السلام عليكم. بجد على وجع القلب. الله يكون في عونها، ربنا يصبّرها ويصبّر أهله، ويا رب يطلع بألف سلامة. بجد يا جماعة حاجة صعبة جدًا إن حد يفقد ابنه، وبالذات لمّا يفقده وهو مش عارف طريقه أو مش عارف ابنه فين. من أصعب الموت ومن أصعب الحوادث إن ابنك تفقده وأنت مش عارف مكانه، إذا كان لا قدّر الله مخطوف أو لا قدّر الله غرقان أو حصل له أي حاجة وأنت مش عارف مكانه، فدي حاجة صعبة. ربنا يا رب يصبّر كل أم ابنها فقدته أو ابنها ضاع ويرجّع كل ضايع لأهله، ويصبّر الأم دي ويقوّيها، وربنا يا رب يعطّرها في ابنها ويصبّر قلبها، ويا رب ما حد يفقد عزيز ولا غالي عنده. ساعات والله الواحد بيبقى ملهي بيشتري حاجة في الشارع، في الطريق. آآ ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ لنا عيالنا، بس أصعب حاجة ولمّا حد بيفقد عنده ابنه أو بيفقد عزيز عنده أو بيفقد في حادثة أو بيفقده في ضاع أو بيفقده في بلاء مثلًا زي غرق أو حرق أو أي حاجة من دي. طبعًا دي بتبقى حاجة صعبة، صعبة جدًا على الإنسان وصعبة جدًا على الأم والأب والأهل، ويرجّع كل ضايع لأهله يا رب العالمين. وساعة البلاء هو مكتوب، ربنا يا رب يرفع كل بلوى عني وعنكم وعن كل عزيز أو غالي يا رب العالمين. ربنا ما يوجع قلبكم على ولادكم ولا على أي حد عندكم ولا أي حد تعرفوه، ويا رب يا رب يجعل مصر بلد أمن وأمان وسلام آآ على كل اللي فيها، إذا كان عربي أو غير عربي، أجنبي أو أي حد في بلدنا. يا رب احفظ بلدنا وانصرها يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.